يا مساء الفل او صباح الفل على حسب انت بتسمع الفيديو ده امتى. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الفرق بين فنون تطبيقيه والفرق بين فنون جميله من حيث الاقسام، من حيث الدراسه، من حيث الشعبه اللي بتقبل منها، من حيث كل حاجه. هنتكلم في الفيديو ده زي ما قريت في كابشن الفيديو عن الفرق بين ديكور في فنون تطبيقيه والفرق بين ديكور في فنون جميله. اسمع الفيديو للاخر. مبدئيا وقبل اي حاجه احنا عاملين الفيديو ده هدفنا الاول والاخير ان انت تفهم الكليتين، تفهم الفرق بينهم وتختار المناسب ليك. باذن الله نبدا. سنين الدراسه في الكليتين زي ما اتكلمنا في كل الفيديوهات اللي فاتت ان هي 5 سنين. في فنون تطبيقيه عشان تخش قسم الديكور واللي مسماه الاكاديمي قسم التصميم الداخلي والاساس بيكون في الاول سنه اعدادي، وبناء على مجموعك في السنه دي بتخش تنسيق داخلي زي التنسيق بتاع الثانويه العامه، وبتكتب رغباتك وبتدخل القسم في الاخر على حسب مجموعك. ودايما اللي اعتدنا عليه يعني ان قسم التصميم الداخلي والاساس بيبقى من اعلى الاقسام في كليه الفنون التطبيقيه، فانت كده محتاج تشد حيلك شويه في اول سنه. فكده سنين التخصص واللي هتدرسها في القسم بيبقى 4 سنين بس. طب دخول قسم الديكور في فنون جميله بيبقى ازاي؟ عشان تدخل قسم الديكور في فنون جميله بيبقى بناء على مجموعك في الثانويه العامه. مش فاهم برضو صح؟ طب تعالى فاهمك. يعني مثلا فنون جميله السنه اللي فاتت قبلت من 67 او 68% على ما اتذكر. انت جبت المجموع ده خلاص صح؟ كده انت عديت من تنسيق الثانويه العامه ودخلت فنون جميله. بتدخل بقى في تنسيق الاقسام، يعني كل ما تبقى جايب فوق ال 67 او ال 68 اللي هو فوق الحد الادنى لقبول الكليه، فرصتك ان انت تدخل قسم الديكور بتبقى اعلى، لان هو بيقبل بتنسيق منفصل بعيد عن تنسيق باقي الاقسام. بالنسبه للشعب، فنون تطبيقيه بتقبل من علمي سواء علوم او رياضه زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت. اما فنون جميله بتقبل من علمي طبعا علوم او رياضه، وادبي بس ادبي بتقبل في جامعه اسكندريه بس. قسم التصميم الداخلي والاساس في فنون تطبيقيه زي ما اتفقنا لسه قايلين من شويه ان هو بيبقى 4 سنين. ليه؟ لان اول سنه في الكليه بتبقى اعدادي. بتهتم على مدار ال4 سنين بدراسه ديكورات المسارح والمسلسلات التلفزيونيه، وبتهتم قوي بدراسه الاساس بتعمق. الاساس ده اللي هو الكنب والانتريهات وكده يعني، فاهم؟ اللي هو الاساس. وبتعرف كل تفاصيل التصميم عشان تقدر ان انت تصمم حاجه وتنفذها تكون بتمثل راحه للي شاريها. يعني مثلا اقعد على الكرسي اكون مرتاح، ليه ما يوجعليش ظهري من كتر القعده، الحاجات دي. طبعا بالاضافه الى الجانب الجمالي، بس ده مش بتهتم بيه قوي زي بتاع فنون جميله. اللي مش بيهتم قوي بدراسه الاساس وبيهتم اكتر بالشكل الجمالي، الزخارف والنقوش والحاجات دي. بتهتم بدراسه النسب الصحيحه للاجسام والنسب الصحيحه للاساس عشان انت تقدر توظفها في تصميم مناسب ليها. بالنسبه للتشعيب داخل القسم، فنون تطبيقيه ما فيهاش اي تشعيب. انت مجرد ما بتدخل القسم بتدرس مواد الديكور والاساس والمسارح. اما في فنون جميله فمده الدراسه فيها بتبقى 5 سنين. اول 3 سنين بتدرس المقررات العامه زي الرسم والتصميم والرسم الهندسي وخلافه. قبل ما تحدد تخصص في بدايه سنه رابعه بتحدد تخصص من 2، اما عماره داخليه او فنون تعبيريه. فنون تعبيريه بتبقى اللي حابب يتخصص في السينما والمسارح والديكورات دي بشكل اكتر. اما عماره داخليه بتكون اللي عايز التصميم الداخلي والديكور وتصميم الاساس. طبعا في الاول وفي الاخر احنا وكل الناس اللي بتقدم نفس المحتوى بيكون هدفنا الاول والاخير ان احنا نعرفك، والاختيار كله بيبقى ليك باذن الله. فانت تكون قادر ان انت تشوف الاختيار اللي هينفعك، وان شاء الله يكون ربنا شايل لك فيه الخير. بس الاغلب والمتعارف عليه ان اللي بيبقى عايز قسم الديكور ومحدده اصلا من وهو في ثالثه ثانوي بيبقى بيتجه اكتر لفنون جميله. ليه؟ لان هو بيدخل القسم ده على طول من غير ما يدخل على سنه اعدادي، وان هو من غير ما ياخد الريسك اللي هو ممكن يلحقه وممكن ما يلحقوش، فهو بيضمن نفسه وبيدخل ديكور في فنون جميله على طول. اما لو انت حابب حاجه في ال14 قسم او عندك كذا اوبشن، او انت شفت الفرق بين الاتنين وحابب يبقى انت معاك التخصصين من غير ما تتشعب في سنه ثالثه في فنون جميله، فبتدخل فنون تطبيقيه وبتحارب لان ده من اعلى الاقسام زي ما قلنا. فلازم ان انت تشتغل جامد على نفسك في اول سنه. ده كان محتوى النهارده. لو عندك اي استفسار سيبولنا في التعليقات. تقدر تشوف كل حاجه عن فنون تطبيقيه وعن فنون جميله في الفيديوهات اللي فاتت وعن اختبار القدرات. وان شاء الله في الفتره الجايه هننزل كورس ان انت تجتاز اختبار القدرات، هنتابع معاك تفصيلي برايفت وكل ده مجانا هنا على القناه. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل الكورس يوصلك اشعار على طول. سلام.